ايه رأيكم نعمل أكلة صحية فيها كل العناصر الغذائية تنفع للناس اللي بيعملوا دايت او الناس اللي بياكلوا أكل صحي. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة. اول حاجة عندي البهارات عبارة عن ملح وفلفل اسود وتوم باودر وكزبرة ناشفة وبابريكا، وممكن اضيف بصل باودر، والخضار اي خضار موجود عندي، كوسة، جزر، فلفل الوان، بسلة، فاصوليا، وده صدر من الفرخة، ودي بتنفع لفرد واحد او فردين، ونص كوباية من الرز البسمتي. كل اللي بعمله ان انا بسلق الخضار في شوية من المية، بضيف لها نص معلقة من الملح لحد لما تستوي، مش عايزة اسويه قوي، تلات ارباع سوا. وعندي الفرخة ببدأ ان انا ادعكها كويس جدا بالليمون، وبعد كده بضيف لها معلقة من زيت الزيتون، بغطيها كلها وبضيف البهارات عليها من جميع الجوانب، وبحطها في صينية في الفرن بدون إضافة أي مية ليها. هي هتستوي وهتبقى جميلة جدا وهنشوفها مع بعض. وده الرز أنا سلقته في المية المغلية، وضفت له نص معلقة من الكركم، وضفت له كمان الملح، ممكن أضيف له نص معلقة من زيت الزيتون بعد ما ببدأ إن أنا أصفيه. الخضار عندي طبعا ممكن احطه في ميه متلجه بعد ما بيطلع، لكن هو مجرد ما هناكله مش محتاج ابدا ان احنا نحطه في ماء متلج عشان يحتفظ بلونه. وزي ما انتم شايفين كده الرز استوى والخضار. هبدأ اعمل معاكم الصوص، وهشوف معاكم الفرخة هنقطعها ازاي. الصوص ده عبارة عن معلقة من المستردة، معلقة من زيت الزيتون، نص معلقة من العسل اللي هو العسل الابيض، وبضيف كمان عصرة ليمون، وبضيف ملح وفلفل اسود. والصوص ده جميل جدا بضيفه على الخضار. ممكن اضيف كمان كزبرة ناشفة. وزي ما انتم شايفين انا طلعت كده صدر الفرخة من الفرن، وببدأ اقطعه كأنها لحمة باردة بالظبط في منتهى الجمال. ببدأ احطه على الرز بالمنظر ده في منتهى الجمال وشهية وسهلة. ممكن نعملها في نص ساعة الأكلة دي، وبنزود على حسب عدد أفراد الأسرة. وأجيب الصوص بتاعي وأضيف له البقدونس عشان يزود القيمة الغذائية، وببدأ أضيفه على الخضار. كده الوجبة بتاعتي بقت كاملة. ايه رأيكم فيها؟ في منتهى الجمال. اتمنى ان انتوا تعملوا الوجبة دي، بجد جميلة جدا ومشبعة، وكمان شكلها حلو، وتنفع لكل افراد الاسرة. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم، وان شاء الله في فيديو اخر بإذن الله.